السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فطاير سهلة وبسيطة بعجينة هشة قطنية طرية جدا خفيفة زي الريشة، طعمها روعة. من أحلى وألذ أنواع المعجنات، وممكن تحشوها أي حشوة انتوا حابينها. بجد خفيفة جدا وتحفة وطعمها جميل جدا، وكمان مقاديرها سهلة. يلا بينا نشوف المقادير، بس قبل ما نبدأ متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف المكونات معانا. أول حاجة معايا نص كوباية من اللبن الدافي، واللبن هنا دافي لأن الجو كان لسه ساقعة. أما لو انتي في الصيف وهتعمليه بتحطي اللبن بدرجة حرارة المطبخ مش بتدفيه. تاني حاجة معايا 2 معلقة كبيرة من السكر. معايا معلقة كبيرة خميرة فورية متبقاش مليانة، بتبقى معلقة ممسوحة. بعد كده بابدأ أقلب المكونات كويس جدًا مع بعض. في الخطوة دي لو أنتِ مش متأكدة من نشاط الخميرة هتبدئي تغطّيها وتركنيها على جنب لحد ما تبدأ تتفاعل وتنشط معاكِ، لكن لو متأكدة من نشاط الخميرة هتبدئي تضيفي بقية المكونات زيي. وهنا معايا معلقة صغيرة من الخل. الخل مهم جدًا في العجينة، بتخلّيها معاكِ هشة وفي نفس الوقت ما تخلّيهاش تبرول منِّك بسرعة. تاني حاجة معايا 2 معلقة كبيرة من الزيت، زيت نباتي، أي نوع زيت نباتي عندِك. ومعايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان كيسين من الفانيليا. بعد كده هاقلب المكونات دي كويس جدًا مع بعض واخلّيها تندمج مع بعض كويس جدًا. عايزة أقول لِك إن البيضة بتفرق جدًا في العجينة، بجد بتدّيها غِنى وطراوة حلوة جدًا. وأنتِ حابة تستغني عن البيضة ممكن تستغني عنها ما فيش أي مشكلة. أو ممكن تضيفي مكانها معلقة كبيرة من الزبادي، برضه الزبادي بيدّي طراوة حلوة جدًا للعجينة. بعد كده هابدأ أنزل بالدقيق على طول. معايا نُص كيلو من الدقيق، يعني 4 أكواب بمَج الشاي العادي، عليهم نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، باقلّبهم كويس جدًا مع بعض. بعد كده بابدأ أنزل بيهم على الخليط السايل معايا، وأبدأ أقلّبهم كويس جدًا في الأول بالمعلقة لحد ما يختلطوا مع بعض. بعد كده بابدأ أنضّف المعلقة وأبدأ أعجن بإيدي. ومعايا نُص كوباية من المَيّة الدافية جنبي، بابدأ أنزل بيها بالتدريج على العجين لحد ما العجينة تلِم معايا. كل ما تحتاج العجينة معايا مَيّة، كل ما هانزل بالتدريج لحد ما تبدأ تلِم معايا. وزي ما أنتم عارفين طبعًا إن كل نوع دقيق بيفرق من نوع للتاني، ففي دقيق بياخد مَيّة أكتر، في دقيق بياخد أقل، فبالتالي بننزل بالتدريج لحد ما تلِم معانا العجينة. وممكن تخلّي المقدار كلّه لبن، ممكن تخلّي المقدار كلّه مَيّة، بس الأحسن إنِّك تعملي نُص المقدار مَيّة ونُص لبن، لإن اللبن بيدّي طراوة للعجينة، وكمان المَيّة بتدّي خفّية حلوة للعجينة، فالأحسن إنِّك تخلّي المقدار بالنُص. هنا العجينة كانت اتلمّت معايا وخدت مقدار نُص كوباية من المَيّة ومعلقتين كبار، لحد ما بقت معايا بالقوام اللي أنتم شايفينه ده. عجنت فيها 5 دقايق، وبعد كده هابدأ أضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ. ومش حابة تضيفي زبدة وحابة المقدار يكون زيت، هتحطي ربع كوباية من الزيت. وطبعًا المعلقتين اللي في الأول اللي إحنا حطيناهم هيكونوا من ضمن المقدار، فتبقى الإجمالي ربع كوباية زيت على العجينة كلها. وممكن تحطيهم في الأول مع المقدار اللي سايل في الأول. لازم الزبدة تكون معاكِ طرية عشان تعرفي تبدئي تدمجيها كويس جدًا مع العجينة. وأول ما الزبدة هتندمج مع العجينة هتبدأ العجينة تفُك منِّك زي ما أنتِ شايفة معايا كده. افضلي اعجني فيها وهتبدأ تلِم معاكِ تاني بكل سهولة. اعجني فيها مش أقل من 10 دقايق، وكل ما تعجني فيها كل ما هتاخدي نتيجة أحسن، وكل ما العرق هينشط معاكِ أكتر. بعد ما عجنت العجينة كويس جدًا، بقت معايا عجينة ناعمة طرية، فيها نسبة تلزيق بسيطة جدًا. بعد كده هابدأ أدهن الطبق بالزيت كويس جدًا. بعد كده هابدأ أدهن وش العجينة بالزيت كويس جدًا، والزيت هنا بيخلّي العجينة تخمر بسرعة، وكمان ما تلزقش مني في الطبق. بعد كده هابدأ أغطيها بكيس تلاجة واغطيها بفوطة واسيبها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها وتخمر معايا. وهنا بعد حوالي ساعة كانت العجينة خمرت زي ما أنتم شايفين معايا كده، ما شاء الله كانت خمرت كويس جدًا. طبعًا العجينة بتخمر على حسب الجو، يعني في الصيف ممكن تاخد منِّك تِلت ساعة بالكتير وتكون خمرت على حسب درجة الحرارة. بعد كده هابدأ أطلّعها من الطبق وأبدأ أقطّعها. طبعًا قسّميها بالطريقة اللي تحبيها، ممكن تعمليها رول طويل وتبدئي تقطّعيه قطع صغيرة زي ما عملنا قبل كده كذا مرّة، أو ممكن المرّة دي هابدأ آخُد قطعة بقطعة وأبدأ أكوّرها زي ما أنتم شايفين باخُد قطعة. بعد كده بابدأ ألمّها على بعض زي ما أنتم شايفين كده، ألِم الأطراف كويس جدًا على بعض، وفي نفس الوقت باطلّع التخمير كويس جدًا منها. وبعد كده باكوّرها على إيدي بتبقى بالشكل ده معايا. بعد كده هابدأ أرصها على طبق ممسوح مسحة خفيفة من الزيت، بلاش دقيق لأن الدقيق هيغير من قوام العجينة معانا، واحنا عاوزينها عجينة طرية زي ما هي. فالدقيق ممكن ينشف معانا العجينة، أما الزيت هيحافظ على العجينة معانا طرية. وهكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص الكمية كلها معانا. باخد قطعة قطعة وأبدأ أكورها زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده، وأبدأ أرصها على الطبق.
وهنا بعد ما خلّصت الكمية كلّها وقطّعتها كلّها لكِوَر متساوية زي ما أنتم شايفين كده، بعد كده هاغطّيها بكيس تلاجة وأبدأ أغطّيها بفوطة وأسيبها بس تريّح حوالي 10 دقايق، بعد كده هامسح سطح العمل مسحة خفيفة من الزيت عشان العجينة ما تلزقش منّي. آخُد أول كورة أنا كوّرتها وأبدأ أفردها فردة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده، بس تبطيطة بسيطة خالص كده، وبعد كده هابدأ أحشيها بقطعة من الشوكولاتة الخام. أنا هنا معايا شوكولاتة خام أول حشوة معايا، ممكن كمان لو عندِك نوتيلا تحشيها بيها عادي جدًا، وأبدأ أقفّل الأطراف كويس جدًا على بعض زي ما أنتم شايفين، بتبقى معايا بالشكل ده. طريقة سهلة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، زي ما أنتم شايفين كده بابدأ أفردها فردة بسيطة خالص، يعني على شكل دايرة كده، وأبدأ أحط قطعة الشوكولاتة في النُص، وأبدأ أقفّل الأطراف زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة، باقفل أول الطرفين من النُص وبعد كده باكمّل قفل الأطراف. طريقة بجد سهلة جدًا وهتخلّصيها بسرعة جدًا، مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، وبتبقى معاكِ بالشكل ده. بعد كده بابدأ أرصّها على صاج أو صينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة. تاني حشوة معايا أنا هاحشيها حشوة كاستر، عبارة عن كوباية من اللبن، عليهم معلقة ونُص كبيرة من الكاستر، عليهم معلقة ونُص من السكر، باقلّبهم كويس جدًا على البارد، وبابدأ أرفعهم على النار لحد ما القوام يتقل معايا، بعد كده أبدأ أفضّيهم في طبق وأغطّيهم بكيس وأدخّلهم التلاجة لحد ما الكاستر يبدأ يجمد معايا وأبدأ أعرف أحشي بيه. احشيها اللي أنتِ عاوزاه، الحشوات كلّها على ذوقِك، ممكن تحشيه كمان جبنة رومي، جبنة cheddar اللي أنتِ حاباه، أي نوع حشوة أنتِ عاوزاها ممكن تعمليها بيها، العجينة هنا ما شاء الله حلوة جدًا تنفع لأي معجنات. وأنا هنا بابدأ أمسح الرخامة بالزيت كويس جدًا عشان العجينة ما تلزقش منّي، وبعد كده بابدأ أفرد عليها العجينة فردة بسيطة خالص، وبعد كده أبدأ أحشيها بالكاستر وأبدأ أقفل الأطراف زي ما أنتِ شايفة كده بكل سهولة، قفّلي الأطراف كويس جدًا عشان الحشوة ما تخرجش من العجينة أثناء التخمير أو حتى أثناء التسوية في الفرن. هنا بعد ما رصيتهم على صينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة، هاغطيهم واسيبهم يخمروا في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمهم. هنا بعد مرور حوالي ساعة إلا ربع كان حجمهم بالشكل ده زي ما أنتم شايفين كده، هابدأ أدهن وشهم بمعلقتين كبار من اللبن، عليهم نُص معلقة صغيرة من السكر، هادوبهم كويس جدًا مع بعض وأبدأ أدهن وش العجينة بيهم. لو متوفر عندِك قهوة سريعة الذوبان حطي ربع معلقة هتديكِ لون حلو جدًا، ومش حابة تدهني باللبن ممكن تكتفي بمعلقتين كبار من المَيّة عليهم نُص معلقة صغيرة من السكر وتبدئي تدهني بيهم هيدوكِ برضه لون حلو. بعد كده هابدأ أدخّلهم الفرن على درجة حرارة 200 على الرف التاني من تحت، وطبعًا الفرن نكون مسخّنينه من قبلها بحوالي ربع ساعة، بعد كده أول ما تاخد لون حلو من تحت هابدأ أولّع الشواية على الهادي لحد ما تاخد لون حلو ودهبي معايا من فوق. بعد كده أول ما تطلع معايا من الفرن هابدأ أغطّيها بفوطة لمدة 10 دقايق عشان تطرى معايا أكتر، وزي ما أنتم شايفين قد إيه هي طرية بجد عجينة طرية جدًا قطنية هشة حلوة جدًا، وزي ما أنتم شايفين معايا كده قد إيه هي طرية بجد طرية طراوة رهيبة. والعجينة قطنية زي ما أنتم شايفين معايا كده، حلوة جدًا وقطنية، ودي كانت حشوة الشوكولاتة زي ما أنتم شايفين، وبجد العجينة دي طعمها حلو جدًا سواء كانت بحشو أو من غير حشو، لوحدها كده أساسًا طعمها حلو. أنا هنا بعد ما خلاص خبزتها حبيت أزينها وده اختياري تزيين بخطوط من الشوكولاتة البني كده، وبعد كده هاعمل خطوط من الشوكولاتة البيضا، بتدّي طعم كمان وشكل حلو جدًا للمخبوزات معانا. وصلتوا معايا لحد هنا ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.